مرحبا بكم مجددا في سلسلة الهبال والحماق والتمسطيل. مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحلقات التي أبدع في تقديمها وأبدع كذلك في إنجازها. أرتجل فيها كلاما جميلا حول دولة الهوكلستان، دولة جميلة رائعة في كل شيء، وأنا أبدع في ذلك. لتسمعوا ما أريد أن أقوله لكم، المرجو الاشتراك في هذه القناة وتسجيل الإعجاب بالفيديو، لأنني فعلا سأطربكم دائما بما لذ وطاب من الفيديوهات حول دولة هوكاليستان، جزائرستان. مرحبا بكم. إذا حول المستجدات الجميلة من دولة هوكاليستان، ما يقع هناك الآن هو أن تلك الدولة الآن لا يعجبها الحال، وهي على غير عادتها. إنها مريضة بالمغرب. المغرب طير النوم من عينيها، بل سأقول أن لقجع هذه الأيام يطير النوم من دولة هوكاليستان. لماذا؟ يقولون في إعلامهم أن الكاف وجه طعنة غادرة للجزائر. إنه غادر أو غدار، لا يحبهم، لأننا نحن المغاربة سنسرق منهم تنظيم كأس إفريقيا. نعم، هم وحدهم من يستحقون تنظيم هذه التظاهرة القارية، ونحن لا. هم الشرفاء، هم أصحاب القانون، ونحن فاسدون نعطي الرشوة. نحن المغاربة أبناء المخزن المخزنيين نقوم بالكولسة. من قال ذلك؟ قالها الدراجي. نعم، الدراجي يقول هذا الكلام ولا زال يقوله، أننا نحن قمنا بعملية كولسة كبيرة. لماذا؟ كي نقوم بتنظيم كأس إفريقيا. نعم، لأن المغرب لا يمتلك بنية تحتية، ولا يمتلك مطارات ولا محطات قطار ولا محطات طرقية وفنادق ومنتجعات سياحية وطرقات والعديد من البنيات التحتية في المغرب. المغرب دولة متخلفة تعيش في العصر الحجري. المغرب دولة فيها حروب وفيها أزمات. المغرب لا يستثمر أبدا في بنيته التحتية. المغرب فيه فقر وجوع وعطش ولا شيء. لذا لا يمكن أن يحظى بشرف تنظيم كأس إفريقيا. ونحن هنا في الجزائر لدينا كل شيء، لدينا الغاز والبترول، لدينا كل ما يجعلنا أغنى أغنياء العالم، ولكننا نحن أفقر فقراء العالم. المغرب هو من سينظم كأس إفريقيا. المغرب فاز بتنظيم كأس إفريقيا، وهو الوحيد الآن من يستحق ذلك. نعم، لماذا لا نحظى بتنظيم كأس إفريقيا؟ ألسنا نحن بلد كرة القدم؟ ألسنا نحن جمهور كرة القدم؟ أليست عروقنا ودمنا فيه كرة القدم؟ أليس فريقنا الوطني هو من بلغ نهائيات كأس العالم في نصفها النهائي؟ المنتخب الرابع عالميا. إذن ماذا تنتظر من منتخب كهذا أن يفعل؟ بالطبع يجب أن يحظى بشرف تنظيم كأس إفريقيا، وهذه الدورة قبل الدورة الأخرى. وأنتم في دولة هوكاليستان عليكم أن تصمتوا قليلا، وأن تنصتوا قليلا، وأن تشاهدوا المغرب وهو يحقق النجاح تلو الآخر في الكرة، في السياسة، في المجتمع، في أي شيء. المغرب حلقمة في حناجركم، ونحن سنفوز بهذا الكأس، وسنفوز بتنظيم كأس العالم مع إسبانيا والبرتغال. والعديد من المؤشرات تشير إلى أن المغرب سينظم هذا الكأس
مناصفة مع دولتين أوروبيتين. المغرب يتوفر على بنية تحتية قوية. المغرب له من المقومات التي تجعله قادر على استضافة احتفالات ولقاءات وأعراس دولية كبرى. له ما يجعله قادر على تحمل المسؤولية ماليا، لوجستيكيا وبشريا، وكذلك معماريا وثقافيا. وحتى الشعب المغربي قادر على استضافة وأن يستضيف بالأحضان الشعوب الأخرى القادمة إليه. هو شعب مضياف، عنده ما يعطي للعالم، عنده ما يقدم للآخرين، وليس شعبا ينبذ الآخرين. لا يحب أن يعيش مع الآخرين، يعيش في معزل عنهم. إذن رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين، المغرب قادم بقوة. وكأس إفريقيا، وإن قالوا أن الكاف قد طعن الجزائر من أجل أن يعطيها للمغرب، فلا أحد ينصت لكم، لأنكم أصلا تريدون أن تحدوا من النفوذ المغربي في القارة الإفريقية، وهذه لعبة مكشوفة للجميع ويعرفها القاصي والداني. وأنتم أصبحتم تقحمون السياسة في كل شيء، حتى في كرة القدم. لهذا لا أحد أصبح ينصت لكلامكم ولاحتجاجاتكم ولبكائكم ولعويلكم في إعلامكم، فهو للاستهلاك الداخلي فقط. وهذا ما كان عندي في هذا الفيديو، وإلى اللقاء.